محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح بدرا وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد بارح نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سرت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وأرحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. صدق الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك
السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه. وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى عليه. مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله فأرسل إليهم عليه. أشرف خلقه وأجل بذي رحمة صلى الله تعلقت عليه. إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله فما عليه. جل هذا المن الذي تكرم بالمنان صلى الله عليه. وأعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم طراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن
الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ ضلالا وهو من فوق علم ما كثرة رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقيات فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا كان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور
سر تعلقه به وحبه صلى الله ويكتب عليه بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأرسناب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عدم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حيرا أبقى على زوره وبار فتعلقت همة الراكب هذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوير ما حفظت من أشرف المخلوقين ولا أكرمه الله بي بمولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان صوت الغناء يشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني يا فاتح الباب يا فاطر أصلح قصودي مع شاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان لك جود يا ربنا وفير قد عم قاصي ما عداني الليلة القلب والخاطر زالت به كل الأشجان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان سلم عليه صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان صوت المغاني كما المطير لوح الياس حبنا ثاني وصار بطير وشي ظاهر وامر البناية إلى الباني يا سيد
سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والسري صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان شو عندنا المصطفى الحاضر حبيبنا خير إنساني 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 يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والسري صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان صوت الغنى يشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني 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 يا فتيح الباب يا فاطي أصل كسودي معاشاني يا فتيح الباب يا فاطي أصل كسودي معاشاني فاتح الباب يا فاطر أصل كسودي معاشاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والسري صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان صلى عليك يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان صوت المغاني كما الماطير لوح الياصبان ثاني صوت المغاني كما الماطير لوحا يا أصحابنا ساني صوت المغاني كما الماطير لوح الياصحابان ثاني صوت المغاني كما الماطير لوحا يا أصحابنا ساني وصر رباطين وشيء ظاهر وامر البنايا إلى الباني واسرار باطين وشيء ظاهر وامر البنايا إلى الباني
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل وما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه. ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقا به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب نور إشراك هذا السراج والله متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه لقريش نطقا بفسيه العبارة صلى الله عليه
وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بيت الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب ونود هذا الحبيب صلى الله عليه السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. الوجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتائج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشف انقناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. فذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهم من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. واسم الكمال من النور أن عمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد صلوا عليه. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فزهر اليمن غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد
مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا سيدي اللهم صل على محمد يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد
صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. ولاد قبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. يشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم يظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. قد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. شفاه فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى حتى الله عليه. نظرت إلى بعض كسر الروم. قالت ثم ألبست وأضجعت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني. صلى الله فسمعت قائلا عليه. يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. صلى الله وصرف ذلك عليه. عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري. صلى الله فسمعت قائلا عليه. يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. صلى الله قالت عليه. فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه صلى الله وعن عين عليه. الهداية في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق صلى الله بما عليه. تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله وله عليه. إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله معروفا عليه. لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. صلى الله إذا دعاه عليه. المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. صلى الله ولهم مع عليه. شهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية. صلى الله ومن نشر عليه. طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود
الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله أوصاف عز عليه قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله وقد عليه انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله وحكاية ما عليه أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فحسن عليه مني أن أمسك عنة الأقلام صلى الله في عليه هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قاسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم قمر طابت سريرته وسجايه وسيرته صفوة الباري وخيراته عدل أهل الحل والحرم ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثارا طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله
فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى سكيب سوى قسما بالنجم حين هوى ما المعافى سكيب سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب أولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق سرى أسرى طاهر الأخلاق والشيم يا رسول الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ولما ندم الفكر من دراري العوصف المحمدية وجودا آمين. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي
وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترعك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين آمين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا آمين وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهر وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودبراية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وزورا آمين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين
أجمعين آمين واكفي شر المعتدين والظالمين آمين وابسط الأدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار آمين وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا آمين وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا آمين وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهتم هذا الدعاء المولى السمت الضرار في مجلس المحبين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة.